أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصينا في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما عند الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا اطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن سركتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن بدل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا عليكم بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم غامضون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآيات لهم والأرض مثل أحيانها فأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسرح منهن مهرا فإذا مظلمون والشمس تدري مستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والسابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون وإن نشأ نكركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. وإذا كلا اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين. وإذا كلا أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعمتم وإن شاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعوضهم وهم يسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكحون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحلكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
ولو نشاء لتمسنا على عن فسبكوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الحلق أفلا يعقلون وما علمنا شعرا من بغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حي يحق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها من مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا لهم من نطفة فإذا خصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جاء لكم من الشجرة أخضر النار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر 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 الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذ اجتمعنا ها هنا بسببه المغفور الحي القيوم الحبيب العلامة البلا الولي الحبيب حبيب عبد الله بن سالم الكاب وأولاد حم والدينا والديكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أما أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكب مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى العظام عليها
عليها وأنت خير الوارثين. وصل اسم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تكبر ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله واستغفر سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله مستغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيد رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج رسول الله طاهرة عامة المؤمنين سيدنا خادجة بن عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس والحسن حسين علي زين محمد محمد جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي وريد محمد نجيب وسن عيسى نجيب محمد مهاجر الله أحمد بن عيسى عبيد الله سن علي خلق قاسم سن محمد صابر مربال سن أستاذ الأعظم وسن أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم والحبيب علي وعم الفقيه وسن حبيب علي وغيرهم الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاب الدرك إمام محمد مولى الدويلة سنة الفقيه المقدم ثاني إمام الشرف الرحمن السقاب وشاح من مخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر إدو شيخ بكر من سالم الحبيب عقل من سالم والحبيب محمد عبد الرحمن الطوش علي عبد الله بارس والله حداد وصولهم وفروعهم كتب شيخ بكر جيلاني شيخ أحمد البداوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم نسوقي أبي حسن شدريك شيخ محمد البوصيري صاب الله بابا الشيخ سلطان شيخ أحمد الدجاني شيخ سليمان الجزوري محمد حبيب حرب الحمد الله ندوس وصولهم وفروعهم وجنب الله سقاب وصولهم وفروعهم سقاب صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرشي الحبيب أحمد محمد مولى الشيخ يوسف عبد الحسني الحبيب أحمد بن زين حبيب شيخ محمد بن عبد الله الفقيه أحمد بن منسمين الحبيب حسن من صلاح البحر الحبيب شيخ عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر أخونا أبي عبد الله بن حسين بن طاهر وحبيب بكر بن الله الطوس وصولهم وفروعهم الحبيب علي بن زين حبيب شيخ الحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين حبيب شيخ قدس محمد بن هادي السقاب وصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن محسن بن عبد الله الحدار والحسين الحبيب محمد محضار والحبيب علي بن شهاب والحسين الحبيب عبد القادر بن السقاب الحبيب محمد صالح بن محضار الحبيب عبد الرحمن مصطفى الدروس ومن طارم واحلام من زنبل سارتنا علوين والحبيب حامد بن عبد الله الحدار اخوانا حبيب حامد واصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن سالم الكاب شيخ بن احمد بن شهاب ولا بن شهاب بن شهاب عبد الله بن شهاب والحبيب حامد محمد بن شهاب واصولهم وفروعهم والحبيب احمد بن علي بن صالح بن شهاب بكر بن سالم واصولهم وفروعهم والحبيب احمد بن حسن حبشي واصولهم وفروعهم الرحمن محمد النوار واصولهم وفروعهم والحبيب احمد بن شهاب حبيب البهزين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب بكر بن شهاب عبد القدوس والحبيب علي بن الرحمن النوار واصولهم وفروعهم والحبيب علي بن شهاب سقاب واصولهم وفروعهم والحبيب شيخ عبد الحامد واصولهم وفروعهم والى الرسل لا شاب صامل الفن والى ثم الى من اجتمعنا هنا بسببهم المغفور الحي القيوم الحبيب عبد الله بن سالم الكاب أن الله يغفر له ويرحم رحمة والدينا ولك بخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل نور يسعى ويتلالى بين يديه اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعيدكا وعجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعنهم اجمعنا واياهم والمسلمين في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر اسرار الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رحمن الرحيم يا مجيب السائلين استجب دعانا يا رب الطيبين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة بحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم
يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا ودود ارفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض إنك على كل شيء قدير دوام فيها سبحانك اللهم وتحية بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الفاتحة بالقبول والإقبال صلى الحال وأن الله يغفر الذنوب ويسر الكروب ويشر الكروب ويسر عيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي أهلي والمال والإيال في والدينا ولكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتولى النبي ولايته وحفظ من شر بريته تكسيرنا في حقه وفي حق نبيه وفي حق أزواجنا وفي حقوق جميع المسلمين ويبارك لنا في أوقاتنا سنقولنا وإياكم ذي المعاصي إلى عز الطعام من حاضر نكسر الأواجي المعالي وكل حارة دنية إلى كل حارة مرضية ويشفي أمراضنا ويستي أغراضنا ويترى عملنا مع لطف وعافية واحسن سابقتنا وحسن خاتم لنا وعلى كل ما لوى حبيب علي محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي أن الله نيتهم وعمل أخلاقهم على كل حاضر النية وكل صلاة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سير أسرار فاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحب يا ربي صل على محمد
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق عرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى بعالم القدس واسع تجليا قضى بانسزار فضلي في القريب والشاسع فله الأمر الذي لا تنيسر أبراره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ذرات حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف ويوجد الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصى به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقب سرور قد توالى في حبيب أما الأمام نوالا جل من شرب الوجود بنور رمى الكون بجدا وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى لاهضته العيون بما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلال وهو من فوق علم قد ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبدد من حضر من سنان ما يعزز عن وصف اللسان ويهار في تأكل معاني الجنان انتصر منه بأعلى البطون والظهور ما ملا الوجود والجلي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن باجأ هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال
وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا الظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب دمه إلا وتمن عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرهام الشريفة الطاهرة، حتى برز في العالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونور الحي أفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تزويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنها تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من شيار أسلاف المخلوقين وما أكرمه الله به في موله من الفضل الذي عم العالمين. وبقي الرايات في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتراهن براه ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة
أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود الخلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، اهتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل جهد العلم القديم إلى من حسسته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله، وتنتشر فيه آثار مجلس الشميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة مسونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هذا السراج، والعيون متوشفة إلى بروزه، متسوفة إلى ثقات جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفاصل العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات ومتضمحة بإثر الفراء بملاقة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنقل في البطون والظهور. فعزر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف تعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب عن وضع هذا الحبيب على السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على الوجود تنسيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبروز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يعذر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فأضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحار العين من قسم الله له من الشريف بالقصة وافية صلى الله عليه بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفق له سبح الكمال من النور عن أمور وأبرز الحمد المحمود وزن لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يا سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا حبيب سلام عليك رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
مشرب سعد مستمر ليس ينفع حيث أوتينا عطاء جماعة المحبة صلوا يا ربي على أحمد النبي العبد الأمين المشفع بالقيامة للخلائق أجمعين ولرب كل حمد ولرب كل حمد جل يعصره العبد الله الله اذهبنا في وجودي اذهبنا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله الله صل يا ربي على من صل يا ربي على من اسمه طه وياسين الله الله المشفع في القيامة المشفع في القيامة من أتانا بوراه الله الله يا رسول الله أحلى بك إن بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما تصاد يا رسول الله جئنا لزيارة قصدنا الله نرتجي منك شفاء عند رب العالمين وبجاهي سليلي كي به نسعد ونرشى الله ربي بلغنا بجاهي في جواري غير مكان يا رسول الله جئنا لزيارة سيدنا الله نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا
يا تواب تب علينا سمعنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا ورحمنا وانظر إلينا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وصلاة الله تعشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد يا ربي صل على سلم صلى الله على محمد يا ربي صل على سلم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا
وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسأهم بالمؤمنين علما ورفقا صلى الله عليه برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن دين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف محمد الأقودات توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب العزة تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رأية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة
والاقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعملنا، وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواظر وواله وظاهره، وأم ببركته وشرف جهد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم قربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بوات الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجزاء والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السر أسرار فاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت الرحمن الرحيم. وسلم الحمد لله رب العالمين. قبول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang insyaallah kita muliakan dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur, yang insyaallah dilimpahkan kesehatan berkah oleh Allah taala. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan para habaib
yang telah hadir di tengah-tengah kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga juga Allah SWT melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang pada guru-guru kita yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang insya Allah hadir di tengah-tengah kita yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana sampai sore hari ini kita sekalian masih dititipkan oleh Allah Ta'ala bermacam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga kesempatan yang juga tak kalah pentingnya nikmat kita dijadikannya umatnya baginda Rasulullah SAW, sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir bersilaturahmi, bertatap muka di Masjid Jami 11 Ulu Palembang ini dalam rangka untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, kerabat, sahabat, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah, sebelum kami membacakan sunnah acara pada sore hari ini, izinkan kami menyampaikan sepatah kata mewakili Ketua Harian Masjid Jami 11 Uluh Palembang, yaitu Ami Awab Wasaib berserta pengurus harian Masjid Jami 11 Ulu mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk acara kita pada sore hari ini, dan juga semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda. Dan juga mewakili pengurus harian Masjid Jami 11 Ulu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan acara pada sore hari ini tentulah masih ada kekurangan-kekurangan yang insya Allah akan kita sama-sama perbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adapun susunan acara kita pada sore hari ini yaitu pembukaan dan acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang insya Allah akan dibacakan oleh adinda kita Ustadz Ali Bahrab. Kemudian acara yang ketiga yaitu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur, dilanjutkan doa dengan doa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan menginjak acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang insya Allah akan dibacakan oleh kita Ustadz Ali Bahrab, dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya, dan semoga baik yang membaca juga sekalian yang mendengarkan keberkahan keridhaan dan berkah dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada sore hari ini, yaitu hikmah dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Nurdin Mansur. Kepada beliau tafadhal kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sama alaihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyata min ahlil jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah,
walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Jami Sungai Lumpur beserta para sesepuh dan jamaahnya, yang kami muliakan, kami cintai para habaib. Banyak sekali para habaib orang tua kita yang hadir di sini. Yang paling tua mungkin Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid. Juga ada guru kami Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Al-Ustadz Muhsin bin Abdullah Al-Habishi. Dan juga yang kami muliakan, kami cintai para ulama, para asatid, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, para tetamunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat tasyakur. Kalau kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, berarti kita bersyukur kepada Allah. Hadirin, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti sungguh niat akan aku tambah dengan nikmat yang lain. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu artinya ya Allah tambah lagi. Jadi kalau kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah, artinya ya Allah tambah lagi. Jadi kalau boleh rezeki hari ini berapa, misal 50.000, kita ucapkan alhamdulillah, ya Allah tambah lagi. Kalau bapak saudara hadirin hari ini mungkin boleh HP baru, ucapkan alhamdulillah, kaki Allah tambah HP yang lain. Kalau misal boleh motor, alhamdulillah, Allah tambah motor yang lain. Kalau kita boleh mobil, alhamdulillah, Allah tambah mobil lagi. Kalau kita boleh harim, alhamdulillah, Allah tambah lagi anaknya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita. Terkhusus pada saat yang berbahagia ini hadirin, kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, Masjid Wali, Masjid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kab. Ini termasuk masjid tua. Dulu di Palembang ini cuman ada 5 masjid. Daerah Pelajo Masjid Jami Sungai Lumpur, daerah Kertapati Masjid Kiai Merogan, daerah Satu Ilir Pusri itu Masjid Lawang Kidul, daerah Surau Tanggo Buntung Masjid Surah Al-Mahmudiyah, dan di tengah-tengah itu Masjid Agung. Nah, jadi kita Palembang yang tinggal di Palembang jangan nidak
solat di 5 masjid ini. Jangan masjid yang jauh-jauh. Bapak saudara sekalian pernah singgah di sana, pernah solat di sana, tapi 5 masjid besar yang ada di Palembang belum disinggahi, belum laksanakan solat atau iktikaf di dalamnya. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita berkumpul di sini bersama orang-orang yang salihin, bersama para habaib, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Kalau sore ini hadirin sekalian, kita baru dikumpulkan oleh Allah bersama dengan zuriat Nabi, anak cucu Nabi. Nanti insyaallah di akhirat Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Ar-Rasulul A'zam wa Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrati A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qaunain wa Ashrafus Saqalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidu Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu ada ibu-ibu? Ya ini kadang-kadang galak lata mulutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaja, remaji, pemuda-pemudi. Hadirin sekalian, alhamdulillah. Ini merupakan suatu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita hadirin sekalian. Allah pilih di antara kaum muslimin yang ada di kota Palembang ini. Kita dimudahkan oleh Allah. Langkah kaki kita untuk datang ke Masjid Jami' Sungai Lumpur ini. Jadi kita-kita yang datang ini bukan sembarangan orang. Ini orang-orang pilihan. Karena kita datang sore ini di masjid ini, berkumpul di tempat ini bersama para zuriat Nabi, anak cucu Nabi, para habaib, para kiai, para ustaz, para ulama, orang-orang soleh, orang tua-tua kita yang Masya Allah. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jadi hadirin sekalian, terus terang, anak saya ngisi pengajian, kalau ada jemaah tidak datang, kita tanya besoknya, apa tidak datang semalam? Ada gawe ustaz. Apa kita-kita yang duduk di sini kata gawe? Bukan soal ada gawe tak kata gawe hadirin sekalian. Ini adalah panggilan Allah. Ini adalah undangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saya umpamakan sama seperti orang hari ini belum buka Al-Qur'an. Hari ini belum sempat dia baca Al-Qur'an sekalian. Bukan karena sibuk, bukan karena banyak gawe, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau berkomunikasi dengan dia. Allah tidak mau berdialog dengan dia. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu seakan-akan kita berdialog dengan Allah. Man arada ayatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah, falyaqra'il Quran, maka hendaklah dia baca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, berarti saat itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hadirin sekalian dari subuh sampai sore ini belum terbaca Al-Quran, belum terbuka Al-Quran hadirin sekalian, bukan karena sibuk, bukan karena ada gawe hadirin sekalian, tapi Allah tidak mau berdialog dengan kita. Allah tidak mau berkomunikasi dengan kita. Wal iyazu billah. Nah, termasuklah hadirin sekalian sore ini, alhamdulillah. Jadi kita yang datang ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang di tempat ini adalah merupakan undangan atau orang-orang yang diundang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin hadirin sekalian, kita yang ada di depan sampai yang di belakang, yang di luar, hati kita merasa senang, merasa gembira dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Luar biasa. Ini merupakan suatu hal yang tidak bisa masuk dalam akal kita hadirin sekalian. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa kangen kita, rasa rindu kita. Ini yang membawa kita. Ini yang menguatkan azam kita untuk datang ke sini hadirin sekalian. Ya Allah. Hadirin sekalian, yang namanya mahabbah, yang namanya cinta itu hadirin ba'da ta'aruf.
Setelah mengenal. Ada istilah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tak mungkin orang itu akan sayang kalau dia tidak kenal. Kenal dulu baru sayang. Ada ta'arufan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu, tak rindu maka tak ingin bertemu. Hadirin, kalau kita ada rasa rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamali sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi orang yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang menunjukkan di dalam hatinya ada rasa syauq, ada rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di hatinya ada rasa rindu kepada Nabi. Hadirin, itu menunjukkan bahwasanya dalam hatinya ada rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mahabbah kepada Nabi, kalau dia cinta kepada Nabi, berarti dia ada rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sayang kepada Nabi, berarti dia sangat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum pernah melihat Nabi, belum pernah bertemu dengan Nabi, jangankan melihat, bertemu, bermimpi pun belum pernah. Dalam mimpi belum pernah kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hati kita ada rasa mahabbah kepada beliau. Ini sesuatu yang saya katakan tidak masuk akal. Kecintaan yang luar biasa. Cinta apa ini? Ini hadis yang merupakan suatu anugerah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita yang hari ini hadirin rindu kepada Nabi. Kita yang hari ini, sore ini ingin ketemu dengan Nabi. Bayangkan hadirin sekalian, andai kata kita dapat izin dari Allah, dapat anugerah dari Allah, dapat nikmat, kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 menit saja. Bayangkan apa yang akan kita lakukan hadirin sekalian. Andai kata kita dapat izin dari Allah bisa bertemu dengan Nabi 1 menit saja, apa akan kita lakukan? Pernah tak terbayang oleh kita hadirin sekalian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun 1 menit? Ya Allah, mungkin kalau kita tak mungkinlah yang pecah aku ini, pecah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni bukan zuriat Nabi. Aku ni bukan anak keturunan Nabi. Aku ni bukan orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi. Tak mungkin. Tapi andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan satu anugerah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jangankan kita orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca sejarah dalam kitab Syaraful Anam. Ada 2 laki istri orang Yahudi yang pernah bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau orang Yahudi saja bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita sebagai orang yang muslim yang beriman kepada Allah, beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan anugerah ini ya Allah. Ya Allah, kalau kepada orang Yahudi saja kau berikan satu kesempatan dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, bagaimana kami ya Allah yang setiap kali sujud di hadapan-Mu, yang setiap hari berselawat kepada Nabi Muhammad, yang dalam hati kami ada kerinduan kepada Nabi Muhammad, setiap waktu kami ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qazatan au manaman, paling tidak ya Allah pada waktu sakaratul maut. Hadirin sekalian, paling tidak sekurang-kurangnya, kalaupun kita mungkin banyak maksiatnya, banyak dosanya, kita mengaku kita orang awam, kita ahli maksiat, tapi setidak-tidaknya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pada waktu sakaratul maut, ketika malaikat maut datang untuk mencabut ruh kita, hadirin sekalian, di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang memberikan syafaatnya kepada kita. Ya Rasulullah, insyaallah mudah-mudahan sekalian kita yang hadir di dalam majlis ini, guru-guru kita dan semua keluarga kita, jamaah kita diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, Maulid setiap waktu kita baca. Jadi bukan hanya di bulan Rabiul Awal, setiap waktu. Bahkan ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan satu kali. Tapi khusus di bulan Rabiul Awal ini, kita umat Islam hampir sedunia mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita mengadakan acara Maulid? Ini adalah untuk meluapkan rasa cinta kita, rasa senang kita, rasa gembira kita, rasa bahagia kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bergembiralah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin, Nabi Allah Musa alaihi salam seorang nabi dan diangkat juga oleh Allah menjadi rasul. Kemudian mendapatkan suhuf, lalu ditambah lagi diberi kitab Taurat, kemudian mendapatkan suatu mukjizat yang luar biasa. Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa takliman. Allah berdialog langsung dengan Nabi Allah Musa, sehingga Nabi Allah Musa mendapatkan gelar Kalimullah. Tidak sampai di sini ada sekalian, Nabi Allah Musa juga masuk dalam kelompok Nabi Ulul Ajmi. Tetapi Nabi Allah Musa alaihi salam masih berharap, masih memohon kepada Allah agar beliau dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ada sekalian pernah tak merasa gembira, merasa senang, bahagia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Belum Ustaz, ayo kita senang, ayo kita gembira, bahagia hadirin sekalian. Kenapa? Karena Allah nyatakan dalam firman-Nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, hanya dengan karunia Allah lah dan dengan rahmatnya saja, fabizalika falyafrahu, maka hendaklah mereka kita merasa gembira. Jadi kita disuruh oleh Allah bergembira, disuruh oleh Allah kita merasa senang bahagia sekalian dengan mendapatkan karunia Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Ingat hadis sekalian, gembira senang karena mendapatkan karunia Allah, gembira senang bahagia akan mendapatkan rahmat Allah. Jangan sekali-kali kita merasa senang gembira apalagi sampai tawa-tawa ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, Nabi menyatakan dalam hadisnya, man aznaba dhahikan dakhalan nar bakian. Barang siapa yang ketika dia berbuat maksiat dalam keadaan tertawa-tawa, nanti di akhirat dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Ini banyak nih yang nyanyi joget-joget sambil ketawa, berjudi sambil ketawa, mabuk sambil ketawa, berbuat maksiat sambil ketawa, berbuat zalim, nganiaya orang sambil ketawa-tawa. Hati-hati itu yang ketawa-tawa mau maksiat itu, atau dia mengenang masa dia waktu bujang-bujang, waktu muda-muda dulu. Oh ya, aku ini bukan main dulu, galak mabuk, galak berjudi, galak ngelaku sambil ketawa-tawa hadirin sekalian. Bukan dia menyesal. Nah, ini orang ini nanti di akhirat masuk neraka dalam keadaan menangis. Kita boleh senang, boleh gembira, boleh bahagia, boleh ketawa dengan mendapatkan karunia Allah dan rahmatnya. Nah hadirin sekalian, ketahuilah karunia Allah yang paling agung, karunia Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saya teringat kisah yang disampaikan oleh guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Suatu hari kata beliau, umat Nabi Allah Isa alaihi salam mendatangi Nabi Isa. Umatnya ini berkata kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, ya Nabi Allah Isa, tolong pintakan hadiah dari Allah untuk kami. Maksudnya umat Nabi Isa alaihi salam minta hadiah kepada Allah. Maka Nabi Allah Isa alaihi salam berdoa, maka seketika itu turunlah ma'idatam minas sama. Ada surah Al-Ma'idah, hidangan yang turun dari langit. Ini adalah hadiah Allah, hadiah dari Allah yang Allah berikan kepada
umat Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu apa hadiah yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah bersabda, innama ana rahmatum muhdah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan untuk kamu. Inilah karunia yang paling baik, yang luar biasa Allah berikan kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita di dunia ini sekarang tidak punya harta, tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa, tapi kita masih mempunyai sesuatu yang sangat agung, yaitu kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya hadirin, pernah tak kita ni merasa memiliki Nabi Muhammad? Kalau sekedar mengatakan Nabi Muhammad nabiku, nabiku, mungkin semua kita umat Islam berkata demikian. Tapi lebih daripada itu, bukan hanya nabiku, tapi Nabi Muhammad adalah milikku. Hadiah yang Allah berikan untuk aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita betul-betul merasa memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kita memiliki kendaraan itu kendaraan kita, itu motor kita, itu mobil kita, ini HP kita, itu rumah kita, itu tanah kita, ini pakaian kita, ini milik kita, ini punya kita ni sekalian. Ya silakan. Tapi hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah milik kita, punya kita ni sekalian. Dan ketahuilah, semua yang kita miliki sekarang di dunia ini akan menjadi hisapan kita kelak pada hari kiamat. Makin banyak kita memilikinya, makin banyak hisapnya, makin berat hisapnya. Coba Bapak Ibu, hadirin sekalian, jujur, kepengen nak banyak duit apa nak sedikit duit? Siapa yang kepengen nak sedikit duit? Kata-kata kita nak banyak duit. Banyak duit berat hisapannya. Punya rumah kecil nak rumah besar, pasti rumah besar. Makin besar rumahnya, makin berat hisapnya. Punya bini nak cantik apa nak jelek? Ada sekalian, ya sama kita kan. Jadi semua yang kita miliki di dunia ini, tapi bukan milik ni, ini hak guna pakai. Tahu kalau kita miliki. Dan semua yang kita miliki sekarang ini, termasuk jam, cincin, semuanya ini nanti akan dihisap oleh Allah. Jangan hadirin, gara-gara kita memiliki sesuatu yang kita miliki sekarang ini sebagai penghambat kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita miliki Nabi Muhammad, kita mempunyai Nabi Muhammad. Nah, milik kita ini hadirin sekalian, punya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang ini akan memberikan syafaat untuk kita. Sebagai sebab kita akan dibebaskan oleh Allah daripada siksa api neraka dan akan mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u wala yashfa'u yaumal qiyamah illa Muhammad. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat, tidak ada yang dapat memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat nanti kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah untuk bergembira akan mendapatkan karunia dari Allah. Dan karunia yang paling baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rahmatnya. Rahmat, kasih sayang. Dan sebaik-baik rahmat Allah adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad ada sebagai rahmat, kasih sayang untuk segenap alam semesta ini. Semua mendapatkan rahmat Rasulullah. Jangankan orang Islam, jangankan orang beriman ini sekalian, orang kafir mendapatkan rahmat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Yunus, umat Nabi Lut, umat Nabi Musa dan umat-umat Nabi yang lain. Begitu mereka ingkar kepada Allah, begitu mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka seketika itu Allah turunkan azab kepada mereka. Tapi terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir, orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, orang-orang yang menghina Islam, sampai sekarang mereka adem ayem sekalian. Pada dulu kan, dulu itu di zaman Nabi, orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, penduduk kota Mekah dan sekitarnya yang benci dengan Nabi, mereka adem ayem baik. Apalagi zaman sekarang ini sekalian, ada orang-orang kafir menghina Islam, menghina Allah, menghina Muhammad, adem aja. Kenapa mereka tidak diazab oleh Allah?
karena rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusianya, hewan mendapatkan rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nak nyembelih harus ngadepin kiblat dulu, juk makan dulu sebelum disembelih. Kemudian disembelih dengan pisau yang tajam, dicepatkan penyembelihan, jangan digelek-gelek kan, dicepatkan. Jangankan hewan-hewan yang kita makan, hewan yang tidak kita makan hadis sekalian, tikus. Ini tikus musuh kita ini ada. Kalau kita ingin membunuhnya, boleh dibunuh, tapi jangan disiksa. Ini rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hadis sekalian. Nah, jadi bagaimana kita tidak merasa senang, bagaimana kita tidak merasa gembira, bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Hadis sekalian, mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis ini dicatat oleh malaikat, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang yang lidahnya selalu basah membaca zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak dimatikan oleh Allah, sehingga kita dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinatul Munawwarah, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dicatat oleh malaikat hadis sekalian, tidak dimatikan oleh Allah, sehingga kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqazatan wa manaman, paling tidak pada waktu sakaratul maut nanti. Mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita dijadikan oleh Allah termasuk dalam kelompok hamba Allah yang mencintai dan dicintai oleh Allah, mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, kita dan bersama keluarga kita pada saat itu akan berada di belakang barisan baginda agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dan keluarga kita berada di dalam surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina